عيان تاني بتاع كوفيد، شوف السي تي بتاعته عنده بريفرال بايلاترال بريفرال جراوند جلاس وكونسوليديشن، الحاجة زي سحاب دي زي ما انت شايف. فنحن الان ما في بوست مورتم، دايما نفهم الآلية شنو يعني. فلو عملنا سبستراكشن ب 3 دي سي تي هل في علاقة؟ عندنا هنا نفس العيان لو شايف دي اللنكس بتاعته بعد ما عملنا سبستراكشن، وده لونه الطبيعي. شايف المرض ده ماكل للأطراف، يعني لو فات بتلقى برضو بورا دايما أكتر، posteriorly هو الأكتر. شايف يعني involvement هنا طبعا واضح جدا، يعني في حتات كثيرة أصبحت في فراغات عديد في اللنك، ما في تيشو. يعني دايرين إحنا ناي بيدرس لنا العلاقة دي، هل ممكن نقدر نحدد منها البروجنوز بتاع الزول وفي علاقة بين شدة المرض وكده، لأنه الحتة دي هنا بقى في فراغ عديل. هل حصل فيها نيكروسيس وبقى ما في ساس، لأنه نزل لما نخشوا الفنتليتر الثاني أو حتى لو كانوا على نان انفيزيف ما بيمشوا كويس يعني. فهل اللنج دي هنا كومبليتلي فعلا ايتن كده وإيرودد زي ما ظاهر هنا ده الفراغ ده وبيحصل فيه ريجنريشن، ولا لو طبعا ده داير فولو اب بالسي تي لقدام يعني. فالحاجة الملحوظة انه طبعا it is mainly posterior زي ما انتم شايفين اكتر من هنا، وبريفرال من قدام من جوا برضو. شايف هنا في بقى فراغ عديل، في فراغات، فهو بريفرال اكتر من انه سنترال. شايف هنا شويه ميديال، الميديال سايد ده ميديال اسبيكت، اللنج لسه مينتيند وكده، لكن في اللور زون وبوستيريورلي يعني اكتر. شايف هاي ده انتيريور اللي هنا، ده باقي اللنج طبعا ده كاردياك امبريشن وهنا ده جزء من الديافرام، لكن ظاهر انه الرايت لور روب ده هنا بيقول فيه ديفكت عديد. هاي من فوق الابيسيس يعني. فهذا لنا النواه بتاع الاشعه يجي يشورونا، بيقدروا يعملوا تقدير لشده الحاله من السي تي طبعا باليوجوال فيوز ولا بال 3 دي فيوز وكده عشان نقدر نفهم الحاصل شنو. لكن فعلا يعني حاجة انترستنج يعني.